العنوان الكبير للموضوع ده إن الإخوان ضحكوا على كل القادة السياسيين دول، وظفوا شبابهم زي ما هتعرفوا بعد كده سواء الأسبوع اللي جاي أو الأسبوع اللي بعده للتعامل مع شباب الأحزاب الأخرى، وحطوا شبابهم في كل التكتلات الشبابية اللي كانت موجودة سواء اللي على الأرض أو اللي بتجتمع في المقرات، واصطنعوا بعض الخلافات الظاهرية بين الشباب والشيوخ عشان يبقى الشباب قادرين على اختراق الجيل الجديد واختراق الشباب، وفي نفس الوقت اخترقوا هم طبقة المثقفين والمفكرين والكتاب، واستقطبوا بعضهم ليكون متحدثا رسميا باسم التحالف بتاعهم نفسه، زي الدكتور وحيد عبد المجيد، شخص ليبرالي كان عضو في الهيئة العليا للوفد، كان قبل كده مقرب للحزب الوطني، كاتب مهم من كتاب الأهرام، فجأة بقي المتحدث الرسمي باسم التحالف الديمقراطي اللي بيقوده الإخوان، والمكون من عدد من الأحزاب بيقودوا الإخوان. أحزاب كتيرة ليبرالية وغيرها انضمت للتحالف. هدف التحالف كله هو السيطرة على البرلمان. كانوا شايفين ده؟ كانوا شايفين ده. كانوا عارفين ده؟ كانوا عارفين ده. انه الاول قالوا هنرشح 45% وبعدين وصلوها ل 65%. طب ايه اللي يجبر حزب زي حزب الكرامة على رأسه شخصية كبيرة زي حمدين صباحي انه عشان ياخد مقعدين داخل التحالف يتحالف بكل تاريخه ده مع الإخوان ويقدمهم كمحلل سياسي في الحالة المصرية؟ ايه اللي يخلي واحد زي وحيد عبد المجيد ليبرالي يعمل ده عشان مقعد في البرلمان؟ شيء كان فوق الخيال. وبعدين نتكلم على اني نطلق مقولة انه الجيش هو اللي سلم البلد للإخوان، والمشير طنطاوي هو اللي سلم البلد للإخوان. امال انتوا عملتوا ايه؟ امال انتوا في الغرف المغلقة اتفقتوا معاهم على ايه؟ امال البرادعي لما راح لهم عمل ايه؟ امال حمدين صباح لما راح لهم عمل ايه؟ امال السيد البدوي لما راح لهم عمل ايه؟ امال لما اتفقتوا معاهم على التحالف ده عشان يخطفوا مجلس النواب ويخطفوا الجمعيه التاسيسيه عملوا ايه؟ وبعدين طلعوا لكم لسانهم ورشحوا رئيس. شيء يعني ما حدث الحقيقه شيء مدهش، ويجب أن يدرس هذا تاريخ، يجب أن الناس تعرفه عشان تعرف من سلم البلد للفاشيست دول. لما كنا بنقول لناس، يعني أذكر مكالمة يمكن بيني وبين الدكتور وحيد عبد المجيد، قلت له يا دكتور والبلد والإخوان وينفع وحضرتك وبشخصيتك تبقى أنت لسه متخيل الإخوان مش عارف إيه، أنت لسه الفزاعة دي في دماغك، انت لسه الاخوان فزاعه في دماغك، وكأن انا عندي مرض اسمه مرض الاخوان. انا حسيت بعد المكالمه دي ان انا عيان بحاجه فيروس اسمه الاخوان، وان لازم اتعالج، لان الاخوان دول مش فيروس ولا حاجه، مش فاشيست ولا حاجه، دول ناس ديمقراطيين، قوى سياسيه محترمه، لما هتمسك البلد فجاه هم الناس دول بعينهم ركبوا موجه 30 سنه واتكلموا عن فاشيه الاخوان واقصائيته. ما كنتوش فاهمين ده من خلال التفاهم معاهم، من خلال التعامل معاهم؟ لا كنتوا فاهمين، بس كنتم تبحثون عن مصالحكم الخاصة. تعالوا نسمع مكالمة عصام العريان مع المتحدث الرسمي باسم التحالف الديمقراطي الدكتور وحيد عبد المجيد، عشان نفهم مفكرينا الليبراليين وقادتنا اليساريين ومفكرنا الوطنيين وقادة الأحزاب الليبرالية كانوا بيدوروا على إيه وهم بيتحالفوا مع الإخوان ويسلموا لهم البلد. نسمع ونرجع.